مساء الحب والتفاؤل والسعادة. النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم لحظات إيجابية على راديو حكاية. كتير من شبابنا الفترة الأخيرة دايما حاسين بفقد الشغف، ودي كلمة ما كانتش في مجتمعنا زمان، كلمة جديدة دارجة دلوقتي بين الشباب وبين الكبار كمان. أحيانا دايما حاسين إن الحياة ملهاش طعم، ملهاش إحساس، فاقدين الشغف أو بلا هدف. السؤال هنا ازاي نرجع لنفسينا الشغف، وازاي نقول نصيحة للشباب يوصلوا ان هم ما يبقوش فاقدين الشغف. هنا بقى بيجي دور الأسرة. لازم يكون للأسرة دور علشان نحتوي ولادنا وشبابنا ان هم ما يكونوش فاقدين الشغف، زي لمة العيلة الحلوة، صلة الرحم، العادات الجميلة اللي كنا زمان عايشين بيها وعايشين ببركتها. مثلا قعدة بسيطة مع عيلتك، تسأل على أخبارهم، تتغدى معاهم، تتجمع معاهم زي زمان. أو ممكن تعمل مكالمة جماعية لو أنت خارج مصر أصلا أو خارج البلاد، تعمل مكالمة جماعية مرة في الأسبوع، تبقى لها تايم معين تتفقوا إن أنتوا هتتكلموا مع بعض وتعرفوا أخبار بعض. ودي طبعا علشان تقريبا المحبة والمعزة بين الأسرة كلها، إذا كانت الأسرة الصغيرة أو الأسرة الكبيرة، المحيط الكبير. كان دعم نفسي لكل فرد في أفراد الأسرة. التجمعات دي اللي احنا كنا زمان بنتجمعها كانت عادة بتبقى يوم خميس، الأسرة كلها بتتجمع وكل واحد بيجيب أكلة حلوة، بيقول نكتة حلوة، فقرة حلوة، وكانت القعدة بتبقى جميلة. بتخلصوا القعدة كلكم طاقات إيجابية، لا نقول بقى شغف ولا نقول عندنا ملل أو الحياة صعبة. ودي طبعا من أساسيات صلة الأرحام اللي دلوقتي قلت جدا بين الناس. خلينا نقول أمثلة بسيطة ممكن نطبقها كده علشان نقرب المسافات بين الأسرة والشباب، علشان ما يبقوش فاقدين الشغف. إن أنا أحتوي الشاب، والكبير هو اللي يقول للصغير تعالى نتجمع. هنقول في أسر ما بتجمعش، أو في ناس ما عندهاش عائلات، وأنا عارفة إن ده هيتقال. ممكن عيلتك ما تكونش من دمك من أسرتك، ممكن يكون صديق، جار، معرفة طيبة، أكيد فيه. هي دي اللي هتديك الطاقة الإيجابية. يعني مثلا لما بنتجمع ونضحك أو نقول نكتة أو نقول حاجة بينا وبين بعضينا، الضحك ده ما هو بيجدد الطاقات، انت بتاخد طاقة إيجابية وهو بياخد طاقة إيجابية. التواصل الإيجابي ده ممكن يحصل ويسبب تغيرات كتير قوي في حياتك. هيتولد من جواك طاقات حلوة، طاقات جميلة، هتغير من تفكيرك عن الحياة. أنا عارفة إن الحياة كلها ضغوطات، كلها مشاكل، بالذات الجيل ده الله يعينه اللي هو فيه، لكن فيه لسه برضه حاجات حلوة. وصلة الأرحام دي طبعا ربنا سبحانه وتعالى موصينا بيها: من قطعها قطعني ومن وصلها وصلني. احنا لو وصلناها إن شاء الله أكيد هنبقى أفضل وهيبقى عندنا طاقات إيجابية. في النهاية أنا أتمنى أن أكون كلامي وصل لكم ولو يعني بسيط من الأمل إن ممكن نحن نغير من الجملة دي اللي هي فاقد الشغف، لأنها جملة صعبة جدا زي ما قلت الحلقة اللي فاتت، مأثرة في الجيل كله وفي الكبار كمان. أتمنى أكون أسعدتكم ببعض الطاقات الإيجابية وتكون وصلت لكم من خلال كلامي. إن شاء الله أشوفكم في الحلقة القادمة. كانت معكم رحاب أبو سعيد.